من القضاء المغربي كيستمع لوهبي وكيستمع لمحمد أوزيل. هذه واحد الحلمه حلمتها قبيله وانا كنشوف ساركوزي غادي بيه للحبس باش يقضي اول يوم من 50 ديال السجن 50 ديال الحبس ديال ساركوزي. جاتني حلمه بقيت كنحلم. شوفوا المغاربه، شوفوا الالم. هنا كتبان انت مغربي وهنا كتبان واش الناس كيبغيو بلادهم. تصور انك في فرنسا رئيس دولة فرنسا، رئيس الدولة ديال فرنسا صاحبي كيمشي للحبس بحالو بحال جميع المواطنين الفرنسيين. كاين لا باك صاحبي ولا كل شيء مقادد. تصور رئيس كتدخلو للحبس 5 سنين، ما نفعته لا علاقاته، ما نفعو لا نفوذه، ما نفعو ما قدم لفرنسا، ما نفعو لا حتى شي حاجه، لا فلوسه ولا جاهه. القضاء فوق الجميع. شوفوا درس كوني صيفطت فرنسا للعالم. حنا في المغرب، حنا في بلادنا الحبيبه. تبعوا معايا ماذا ساقول. اولا بداو بساركوزي باش نعرفوا الفساد الانتخابي. تبعوا معايا انتخابات ساركوزي في 2007. اليوم القضاء بشكل نهائي كيقولوا بانك خديتي فلوس بشكل سري من عند القذافي. شنو هي الوسائل الاثبات اللي واجه بها القضاء ساركوزي؟ واجهوا بالشهود، ما كاينش تلبس، الشهود. وما وجهلوش رشوه. ساركوزي ما عندك ملي تشدو دازوا له عن طريق الشهود. شكون شهد فيه؟ شهد فيه عبد الله السنوسي مدير المخابرات ديال القذافي. شهد فيه مدير كذلك المكتب ديال القذافي، شنو سميتو، بشار شي حاجه. شهد فيه كذلك شكون هذا؟ شهد فيه واحد رجل لبناني، رجل اعمال، وزير الداخليه الفرنسي نفا قال انا لا علم لي بشي فلوس تعطات. المهم الشهود هو السنوسي ومدير المكتب ديال القذافي وشي رجال اعمال. قالوا السيد اياه كاين تحويلات وكاين فلوس وعطينا فلوس. وكيفاش تفجرت القضيه؟ تفجرت القضيه شكون فجرها؟ ميديا بارت. تصوروا صحيفه فرنسيه هي اللي فجرت هذه القضيه. فاش كيفكركم هذا الشيء بالمغرب الحبيب؟ تصوروا لو انك انت قلتي هذا الشيء على وزير مغربي، بت وتوزيع وقائع كاذبه بقصد التشهير. بت وتوزيع وقع. دابا ميديا بارت مثلا ملي كتبت ما خرجت ديك الوثيقه، واحد الوثيقه كتبت بان الحمله ديال ساركوزي تمولت من اموال القذافي. تصور درتيها في المغرب، عايدين لك بت وتوزيع وقائع كاذبه. واخا عندك الوثيقه، سير الوثيقه ديال الواد ما غيعيطوش للوزير، ما عيطوش لساركوزي ولا لا عيطوا له. علاش قلتي انت بت وتوزيع؟ عاب فمك بالشفاوي. كتقول لهم ها الشهود هكا لا والو. القضاء الفرنسي مشى للشهود من 2000. تفجرت القضيه في 2012. القضيه التحقيق، واحد جوج ديال قضاة التحقيق من اشرف قضاة التحقيق في فرنسا بداو معاه في 2013. 2018 تحط واحد المده اعتقد في الحراسه النظريه. 2018 كيوجهوا له التهمه ديال التآمر لانه كيخلخل النظام العام بهاد الفلوس. شوفوا القضاء على مجهول. شوفوا المحاكمه اولا تبع في حاله صراح. هذا كيخلينا نفتحوا مره اخرى النقاش حول المتابعه في حاله اعتقال في المغرب. هذه الناس يتابعون في حاله اعتقال. مشكل عميق جدا. وكأن الناس كيولي عندهم انطباع في المغرب بان السلطه ما تقدرش تنفذ الحكم من بعد ما غيتحكم الانسان، والناس كيتعتقلوا. هذه المغاربه كيتشدوا. مشكل ديال المتابعه في حاله اعتقال. وقالها وزير العدل، وزير العدل الوهبي، قال لك الوكيل العام ولا وكيل الملك ملي كيبغي يطلق شي واحد يتابعوا بحال الصراحه ولا كذا، قال لك تيبقى يفكر 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 يفكر. قال لك ولكن كيبغي يديروا الحبس دغيا كيحطوه. الشهيه ديال القضاة النيابه العامه ولا قضاة التحقيق مفتوحه على المغاربه يديهم للحبس. شكون قالها؟ قالها وزير العدل الوهبي. في المغرب كاين واحد الظاهره غريبه. مسؤول قضائي يوقع باش يصيفط شي واحد الحبس سهله، ولكن يوقع باش يعطي شي واحد الصراح مصيبه. ها هو دابا ساركوزي اول حاجه المتابعه في حاله صراح. ها هو مشى ينفذ عقوبه. علاش ما يكونش هذا المشهد اللي شفنا في العالم؟ ثانيا المتابعه، ثانيا المحاكمه العادله. ساركوزي عطيناك 5 سنين عفوا من 2013 هو كيتحاكم. مشى القضاء استمع ليبيا، مشى لسويسرا، دخل على لبنان، القيامه نايضه باش ما يظلموش. اجي الشاهد، اجي الشهود، اجي واش القضاء مشى الميديا بارت؟ هذا هو الدرس المغاربه. هذه حنا لا الحيط القصير في المغرب. الصحافي بت وتوزيع وقائع كاذبه. كيفاش وقائع كاذبه؟ هاكا الورق والله لا شدهم من عندك، ها الشهود والله لا جبتهم لك، دير لي نسمع الخبر الفيديو والله لا سمعتيه، اعطيني نتواجه معاه والله لا تواجهتي معاه.
وجبد براءتك كي غندير لها كيحيد لك الشهود ويحيد لك الخبره ويحيد لك الوثائق وحتى حاجه في جميع وماشي في جميع المحاكمات. علاش؟ البارح شنو قلنا؟ واحد الفكره، المنتخب المغربي الاشبال فاز انتصار كروي. شوف فرنسا عندها فريق قوي. فرنسا دات كاس العالم، ياك دات كاس العالم ولا ما داتش كاس العالم؟ ولعبت النهائيات كاس العالم ودات كاس العالم. ولكن فرنسا اللي دات كاس العالم هي فرنسا اللي كتعتقل رئيس فرنسا. كاينش وما كتمشيش الميديا بارت. فرنسا ماشي الصحافي ميديا انت نشرتي، لا، قالت انت درتي خدمتك شكرا انت نشرتي. وفرنسا القضاء بدا يخدم، ما فيها لا رئيس ولا والو. حنا في المغرب عندك وزير منسوب له واحد الصوت تيقول له خلينا نحلوا الامور بهدوء ومن تحتها في واحد الوقت. نتصور انت صحفي ما كيهمنيش انا اعطى الشان العام، عاد تجلس حدا جلاله الملك مجلس وزاري، عاد تجلس مجلس حكومي، عاد تقود قاطره تشريعيه اسيد. لا، ما خصك تشك فيا، ما تهضرش. شكون انت؟ انهم المسؤولون المغاربه حقره. تصور ميديا بارك كانت في المغرب والله تكره بت وتوزيع واقعي كاذبه، بت وتوزيع والعداو ومغاربه. اذا فرنسا اش كتصدر لك؟ فرنسا كتصنع لك منتخب الكره قوي فرنسي، ولكن في نفس الوقت كتعطيك تي جي في، كتعطيك القطار، وكتعطيك حتى درس في القضاء. لا احد فوق القانون. حنا عندنا شكون اللي عندنا قوه حنا في المغرب، السياسي ولا القضائي؟ شحال نعطيكم مشهد يلاه مؤلم. عندنا مسؤول في وزاره الداخليه اعتقل صحفي، مسؤول في وزاره الداخليه عطى امر صور الداخليه كتعتقل صحفي. شكون اللي قالها؟ قالها مشيش العالمي وزير العدل. فيها صحفي في مراكش وقام الهرج لان الصحفيين كلهم سلموا، لقي القبض على هذيك الصحفي ضدا على المسطره والموضوع وقواعد البحث الى المحاكمه العادله. الضجه زادت كبرت. ساق الخبر الملك قال لهم علاش تقبضت الصحفي؟ قالوا لهم جاء امر. هذا الملك الراحل الحسن الثاني؟ لا، هذا محمد السادس. هذا قالوا نعم سيدي واحد مسؤول كبير في وزاره